يعني الحالة دي مش حسد أو سحر؟ السؤال ده جالي على فيديو الإجهاد العاطفي، وإن إزاي المشاعر المتراكمة عند الإنسان ممكن تعمل له حالة شلل مشاعري. طيب في هنا تريك مهم قوي 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 محتاجين نفهمها. التريك دي بتلعبها علينا دماغنا، وبتلعبها بنية حلوة مش بنية وحشة، فواحدة واحدة كده نفهمها. إيه بقى التريك دي؟ دماغ الإنسان مصمم للبحث عن الراحة، بيشوف دايما أريح وأسهل وأقصر الطرق ويسلكها. ساعات بيمسك بعض القناعات أو الأفكار اللي هتختصر عليه شوية مجهود وتعب. فمثلا فكرة زي فكرة الحسد، لو اللي بيحصل لي ده كله حسد، يبقى المجهود والتعب هنا محتاج يبقى منين؟ من بره. اللي بيحسدني ده محتاج يبطل يحسد، او ربنا بقى يشيلها من عنده. فكأن دماغي هنا بتعفيني انا من المسؤوليه بتاعت ان انا اقوم شويه واجي على نفسي سنه، ازق نفسي زقه كده واعمل شويه مجهود وبتاع. ليه؟ عشان ده اريح لي. طب ما هو اصلا احنا عايزين في تعب. ايوه، بالنسبه للدماغ التعب المألوف اسهل وافضل من التعب الغير مألوف. فالتعب بتاع ان انا قاعده وعطلانه وما بعملش حاجه، ده تعب مألوف لدماغي، خلاص اتعودت عليه، فخلاص مكمله فيه. اسهل لها من انها تروح تختبر طرق جديده، بانها تسعى وتدور وتحاول وتكتب وتقوم وتتحرك وتعمل اللي احنا بنقوله ده كله. هل معنى كده ان الحسد مش موجود؟ لا طبعا، الحسد موجود والسحر موجود، او يعني ده ايماني انا، لان انا ديني بيقول لي كده، ولكن ما يعولش عليه بنسبه كبيره قوي. ان تاثيره بيروح بشويه افكار، بان انا بعمل بصلي وبتقرب لربنا، خلاص اثر الحاجات دي راح. اللي بيبقى هو الاثر النفسي. فمحتاجين ناخد بالنا من هذه الخدعه او اللعبه اللي بتلعبها علينا دماغنا، عشان بس تسيف او يعني تغني نفسها عن شويه مجهود. ولو بصيت لها بقى من ناحيه تانية، انا احسن لي ان يبقى السبب مش من بره، لان السبب لو من بره يبقى انا حياتي في ايد اللي حواليا. فاحسن لي ان انا السبب او اللي يمكن عمله، مش السبب، اللي يمكن عمله يبقى في ايدي، فيبقى عندي لسه مساحه ان انا اقوم واتحرك وانقذ نفسي.